بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. يلا ندخل كده نشوف الفيديو ونشوف الطريقة والمقادير. معايا هنا نص كيلو من السميد او دقيق السمولينا او دقيق البسبوسة. ومعايا كمان كوبايتين من الدقيق. معايا كوباية الا ربع من السمنة على زيت، ومعايا كوباية الا ربع سكر، ونص كوباية من المية، ومعلقة كبيرة خميرة، طبعا رشة ملح. هنعجن بقى كله كده مع بعضه و هسيبها تختمر يعني كده وترتاح، وهتبقى احلى حجازية معانا ان شاء الله. نعمل بقى كده المقادير بالترتيب كده ونسمي الله. زي ما انتوا شايفين كده، كوبايتين من السميد على كوبايتين من الدقيق. طبعا انا قلت لكم في الاول نص كيلو سميد علشان احنا هنستخدمه كله. طبعا نص كيلو ده بيطلع معايا 3 كوبايات كبار من السميد او دقيق البسبوسه. فاخدت كوبايتين على كوبايتين دقيق الاول كده، وحطيت عليهم كوبايه من السمنه على زيت زي ما انتوا شايفين. وهبدأ كده اقلبها وابسسها مع بعضيها كده علشان كلها تتشرب كده من المادة الدهنية. وهقلبها كويس جدا جدا اهو. معانا طبعا نص كوباية الا ربع من السكر، وكوباية الا ربع من المية. هنقلبها بقى كويس ونبسسها كده السمنة كويس. وبعد كده نحط المقادير، بقية المقادير معانا اهو. بعد كده هنعجن طبعا بايدينا اهو، زي ما انتوا شايفين كلها كده اتشربت من السمنة. هنزل على طول بالخميرة، وهنزل كمان برشة من الملح اهي، وهنزل بالسكر. هقلب وبعد كده هنزل بالمية واحدة واحدة لحد ما تبقى معايا عجينة يعني متماسكة. هشتغل كده بقى بإيدي وهبدأ أعجن بقى واحدة واحدة كده. طبعا الحاجزية الاسكندراني حاجة كده جميلة جدا جدا جدا، وانا من عشاق القرفة. طبعا اللي بيحب القرفة بقى بيحبها، اللي مش بيحب القرفة مش هيحبها بصراحة. بس هي خطيرة جدا، انا بحب القرفة طبعا، فالحجازية دي ادمان بصراحة. فطريقتها حلوة جدا وسهلة، وبتطلع معاكي كمية حلوة كده في البيت وانضف من بره بصراحة. ف عجنتها كده بكوباية الا ربع من المية، وطبعا العجينة ما شاء الله طالعة مظبوطة جدا اهي. هغطيها بقى واسيبها ترتاح، وبعد ساعة اشتغل فيها اهو. فاضل بق المية ده، فهي كده تمام جدا. هغطيها بقى واركنها على جنب. معايا هنا معلقة كبيرة من الكاكاو الاسباني الخام، كوباية من السكر، كوباية الا ربع من المية، كوباية الا ربع من إيه، معايا هنا هقول المقادير تاني معلش سوري. معايا معلقة من القرفة، معلقة من الكاكاو الخام بودرة، معلقة كوباية من دقيق السومولينا، وكمان كوباية الا ربع من السكر، ونص كوباية من المية. هحط كده دقيق السومولينا على القرفة والسكر وكمان الكاكاو. مش عايزة تحطي الكاكاو براحتك، بس الكاكاو بيديها كده لون حلو. وهقلبها كده وابدأ احط لها مية شوية بشوية لحد ما تبقى زي الرملة المبلولة كده، علشان اعرف افردها في الصينية. بس كده يبقى كده احنا اخدنا نص كيلو دقيق السمولينا. احط كده شوية مية بشوية واقلب لحد ما العجينة كلها تتشرب بالمية وتبقى مرملة كده زي ما انتوا شايفين، واحدة واحدة كده. وبعد كده هركنها برضو على جنب، وبعد كده هبدأ اشتغل فيها على طول اهو. زي ما انتوا شايفين كده نفس ال الطريقة كده. وزي ما انتوا شايفين كده القوام عامل ازاي. كده خلاص كده اتشربت كلها بالمية ولونها اتغير وبقت زي ما انتوا شايفين كده. هركنها بقى على جنب وهشوف العجينة خمرت. هي مش بتخمر، العجينة مش بتخمر،
بس برضو ايه يعني عشان لما بنحطها كده في الفرن تلاقيها بتتنفس يعني، تطلع هشة برضو حلو. جبت كده صينية وقسمت العجينة لنصين، نص كده هفرده في الصينية والنص التاني هفرده فوق الحشوة. اهو هفرد بقى كده لحد ما تاخد شكل الصينية، وبعد كده ارجع لكم. طبعا ممكن تبلي ايديكي كده بلة بسيطة وتفردي براحتك. هنا كده الحشوة زي ما انتوا شايفين هبدأ افردها كده على الصينية كلها اهي، بس يعني مش لحد الاطراف علشان ما تتحرقش من الطروف او تلزق في الصينية. هبدأ كده افردها كويس، وبعد كده هفرد الجزء التاني من العجين وهحطه عليها اهو. بيبقى لونها حلو جدا، لو ما حطيتيش المعلقة بتاعت الكاكاو الخام مش بتديك اللون الحلو ده اللي هي بتاعت بره. مش عايزة طبعا تحطيها براحتك، عايزة تكتفي بالقرفة براحتك جدا. طبعا ريحتها بتبقى مالية البيت كله، طبعا القرفة ريحتها حلوة جدا، فبتبقى كده يعني مالية البيت بريحتها. معايا كده ورقة من الزبدة، وببدأ كده افرد النص التاني علشان افرده على العجين. خلي بالك جدا وانتي بتفرديها وانتي بتحطيها علشان تطلع معاكي مظبوطة، ويعني تكوني حذرة شوية. اهو حطيت كيس كده من بتاع التلاجة وفتحته، وهبدأ افرد كده بالنشابة، وبعد كده هحطها على الصينية اهو. تفردي بقى كده على قد الصينية وتنزلي بيها على طول، زي ما قلتلك تخلي بالك جدا جدا. نفرد بقى كده اهو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اهو. هنحط بقى كده بالراحة جدا علشان تطلع معاكي مظبوطة اهو. على قد بقى ما قدرت كده حطيتها، بس هتتظبط دلوقتي وتبقى زي الفل اهو. الزوايد طبعا دي كلها هرجع احطها في المناطق اللي مش موجود فيها عجين، وهظبطها كده وهخليها زي الفل اهو. زي ما قلت لكم تخلي بالك واحده واحده علشان تطلع معاكي مظبوطه ومتساويه. ابدا بقى كده احط كده في الاماكن اللي ما فيهاش عجين قطعه قطعه كده، وهسويها حلو جدا اهو. ما تقلقيش ولا تقولي باظت ولا اي حاجه، كله يعني هيتدوى وهيبقى زي الفل. هفرد كده العجين بايديا وهبدا احط كده في القطع اللي هي مش موجود فيها عجين واحده بواحده كده، وهتظبط وتبقى معايا كويس جدا. ممكن تبلي كده صباعك شويه من الميه وتفردي كده وتسويها، تبقى حلوه جدا اهو. خلصتها زي ما انتوا شايفين كده، هظبطها اهو. سويتها بقى كده خليتها كويسه جدا على قد ما قدرت، وبشوكه كده هبدا اعمل الشكل كده طولي الخطوط دي عشان تبقى زي الجاهزه بالظبط، زي ما انتوا شايفين كده بالشوكة. وهبدأ اقطعها قبل ما تخش طبعا الفرن برضو. لا هقطعها بعد ما تخرج اهو كده زي ما انتوا شايفين. وهدخلها طبعا على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. لما تحمر من تحت هشغل عليها الشواية، وبعد كده هطلعها. هقطعها طبعا قبل ما ادخلها، معلش سوري كنت ناسية. قطعتها بقى كده الشكل اللي يريحك يعني، وبعد كده تدخليها على طول على الفرن اهو. اهو على الشبكة زي ما قلت لكم درجة حرارة 180، وزي ما انتوا شايفين طلعت بالمنظر ده. ريحتها جميلة جدا وشكلها حلو جدا. وطبعا التحمير ده في ايدك انتي طبعا. التحمير ده كويس جدا بالنسبة لي. طبعا هي سخنة جدا، بس انا حبيت اطلعها معاكم كده على طول علشان تشوفوها قبل ما الفيديو يخلص يعني اهو. ما شاء الله طالعة جميلة جدا وحلوة جدا جدا جدا. طبعا دي بقى مع كوباية شاي كده الصبح او كوباية شاي بلبن، حلوة جدا في الفطار وفي العشاء كل حاجة. بس احنا آم،
عاملينها بقى كده كتحلية كده في رمضان. بصراحة كنت عايزة أعملها قبل رمضان، بس قُلت أعملها بقى إيه، يعني ما لحقتش أعملها قبل رمضان، فعملتها كده برضه كصنف حلو في رمضان. زي ما أنتم شايفين كده شكلها وريحتها جميل جدًا. يا رب الطريقة تكون سهلة كده وعجبتكم وتنفذوها، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.